كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان وشرفنا وعظمنا بأن جعلنا من أتباع سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا شيء قبله ولا شيء بعده. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيم قلوبنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله بالهدى ودين الحق والنور والموعظة على فترة من الرسل وقلة من العلم وضلالة من الناس ودنو من الساعة وقرب من الأجل. هو خير نبي اجتباه وأرسله. أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأحذركم وبال عصيانه ومخالفة أمره وأستفتح بالذي هو خير. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها وروح الأرواح وحياتها ونور البصيرة والبصائر وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. معاشر المسلمين، في الأسبوع الماضي تكلمنا عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد يوم الاثنين، والصحيح عند أهل التفسير عند أهل السيرة وعند العلماء أنه في اليوم التاسع من شهر ربيع الأول، ولكن المشهور عند العلماء في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول. لا خلاف في هذه المسألة. وتكلمنا على أن الناس منهم من ينكر المولد ومنهم من يحتفل. ففي هذا اليوم أردت أن أتكلم لكم أن الإنسان المسلم من خلال اتباعه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه أن يعرف من هذا النبي الكريم وما هو وماذا علينا أن نفعل مع هذا الجناب الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه هو سيد الأولين والآخرين كما قال عن نفسه. قال عن نفسه: أنا سيد الأولين والآخرين ولا فخر، وأنا وبيدي لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر. كل هذا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن نفسه، ولذلك واجب علينا بل وفرض علينا أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، أن نتبع النبي عليه الصلاة والسلام. لا يكفي فقط بالاسم أننا مسلمين، أننا من أمة سيدنا محمد، لا يكفي فقط الاسم، لا بد إلا وأن نقترن مع الفعل
يعني أنت اسمك مسلم، عليك أن يكون عندك تسليم لله سبحانه وتعالى. أنت مؤمن، عليك أن تؤمن بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت من أهل الإحسان أن يكون معرفتك بالله عن طريق منهج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لابد إلا وأن يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. الذي جعلنا نحب النبي عليه الصلاة والسلام أخلاقه العظيمة. والله سبحانه وتعالى أقسم لنا في القرآن فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فلو بحثت من عهد آدم إلى وقتنا هذا، لا نقول إلى قيام الساعة، لن تجد أفضل ولا أكمل ولا أحسن من سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. لن تجد مثله أبدا، لن تجد مثله أبدا. حتى أحد المستشرقين من الغرب قال عن الأوضاع التي تحدث في مشاكل في الكرة الأرضية والحروب كذا وكذا، قال جملة بسيطة. ما هذه الجملة؟ قال: لو كان النبي العربي محمد هنا لحل المسألة العالمية قبل أن ينتهي من شرب فنجان قهوة. قبل أن ينتهي من فنجان القهوة لحل هذه المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده إدراك للواقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده إحاطة بالمجتمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرك الأمور وكان يدرك النتائج التي سنصل أو التي سنحصل عليها. وما هذا إلا وأن يشوقنا حبا بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك عندما جاء علماء الغرب من المستشرقين وغيرهم كتبوا لنا كتاب أكثر من 20 جلد تقريبا، وبعض الطبعات 17، وبعضهم أكثر من 20 جلد، سموه موسوعة أطراف الحديث. خدموا الإسلام وخدموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من علماء المسلمين أنفسهم. قاموا بجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هم مستشرقين من علماء الغرب. فجاء الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي وترجم هذه الكتب إلى اللغة العربية، وأرادوا أن يبحثوا عن معضلة واحدة أو عن مشكلة واحدة في حديث رسول الله. دقوا أكثر من 20 سنة فلم يجدوا نقطة واحدة أو حرفا واحد يتعلق بشخص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم عندما تسمع في المقابل بعض المسلمين من يسب النبي صلى الله عليه وسلم، بعض المسلمين يسب النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الكفرة قاموا بخدمة الإسلام، ونحن بعض أبنائنا لا يعرفون من هذا النبي الكريم، لا يعرفون من هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك عندما سئل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، سئل عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت محبتكم للنبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال: والله لهو أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. سيدنا علي اختصر لك الحب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اختصر لك معاني الحب كلها. كيف كانت محبتكم للنبي؟ قال: فهو الأحب إلينا من أموالنا. أنت عليك أن تجعل لك ميزان، هل تحب النبي أكثر أم تحب المال الذي عندك؟ فإذا كنت تحب المال الذي عندك أكثر من رسول الله فأنت ما تبت ولا تعرف معنى الحب لهذا النبي عليه الصلاة والسلام. فهو الأحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. لما الإنسان يكون عطشان والجو حار جدا حتى أن الإنسان إذا شرب ماء باردا يجد برودة هذه الماء في قلبه وفي صدره. وهكذا كانت صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة إذا نظروا للنبي صلى الله عليه وسلم أو أنه إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وكأنه نور وبرودة المحبة قد استقرت في قلوبهم. حتى كان في زمن الدولة العثمانية أنهم إذا ذكروا اسم النبي صلى الله عليه وسلم يضعون يدهم اليمنى على قلوبهم تعظيما وإجلالا لسيدنا محمد.
هذا هو حال المحب. لذلك سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ونختم هذه الخطبة، يقول سيدنا علي رضي الله تعالى عنه: أشجع الناس بعد رسول الله هو أبو بكر. النبي صلى الله عليه وسلم كان جوار الكعبة، وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأصبحوا يسبونه ويشتمونه ويؤذونه ويلقون عليه بعض الأوساخ وكذا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكلنا ننظر إلى رسول الله. قال: إلا أبا بكر قام ودخل بين المشركين وهو يقول لهم: أتقتلون رجلا يقول ربي الله؟ أتقتلون رجلا يقول ربي الله؟ فعندما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بأبي بكر يقول، وأصبحوا يضربون أبا بكر يضربونه وهو يقول للنبي: فداك أبي وأمي يا رسول الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله، حتى جعل مخرجا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يدافع عن النبي، حتى خرج النبي عليه الصلاة والسلام من بين المشركين وذهب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا بالمشركين أصبحوا يضربون أبا بكر حتى كسروا أنفه وحتى أغمي عليه، فأخذوه إلى بيته، وعندما أخذوه إلى بيته وهو مغمى عليه عندما استيقظ نظر إلى أمه فقال: ماذا فعل برسول الله يا أماه؟ لم يسأل عن حاله، لم يسأل الدم الذي سال على جسده، لم يسأل عن صحته التي كان عليها وهو مريض مستلقي على الفراش، وكسروا أنفه وضربوه ضربا. فقال لها: يا أماه أريد أن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت، وكانت أمه مشركة لم تكن مؤمنة، قالت له: يا ولدي دعك ومحمد، فهو أين وأنت أين؟ أنت مريض وأنت كذا وكذا. فقال لها: يا أماه إذا كان رسول الله بخير فأنا بخير، خذوني إلى رسول الله. فأخذوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في دار الأرقم من أبي الأرقم. وعندما قرع الباب قام النبي صلى الله عليه وسلم وفتح الباب، وإذا بالصديق قد انكب على صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبح يعانق النبي ويقبل النبي ويقول: فداك أبي وأمي يا رسول الله. فقال له: يا أبا بكر هل تريد شيء؟ ارجع إلى بيتك يا أبا بكر. قال له: يا رسول الله إن أبي وأمي مشركين، فادعوا الله عز وجل أن يهديهما للإسلام. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم رفع يده فقال: اللهم اهدي والدا أبي بكر للإسلام. قال: فما انتهى من دعائه صلى الله عليه وسلم وخرج الصديق من دار الأرقم من أبي الأرقم وخرج من بيته، وإذا بأمه وأبيه جاء وهم يقولون: أشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله. هذا هو الحب، هذا هو معاني التضحية، هذا هو معاني الفداء لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أسلموا برسول الله، فسئلا: لماذا آمنتما؟ قال: من شدة ما رأينا من ولدنا حبه لسيدنا محمد، من الحب الذي كان للنبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك معاشر المسلمين، محبة النبي، اتباع النبي، تعظيم النبي، إجلال النبي واجب وفرض علينا نحن المسلمين. علينا أن لا نرضى بأي إهانة أو بأي كلمة تسيء لجنابه الشريف صلى الله عليه وسلم، ولا نشك بجنابه الشريف صلى الله عليه وسلم. أحد المسلمين يتكلم على كلمة هكذا تخرج منه، يقول: والله كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب النساء كثيرا، ثم بعد ذلك غلط وقال كلمة: والله كان النبي زوج. هل هذا الكلام يليق بسيدنا محمد؟ هل هذا الكلام يليق بسيدنا وعظيمنا وقائدنا إلى الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ محبة النبي أن لا ترضى بأدنى إساءة ولو بشبهة أو بشك يكون في قلبك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من